قلب أتلتيكو مدريد الإسباني تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه لايبتسيغ الألماني الخميس ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في مرحلة الدوري. وافتتح السلوفيني بنيامين سيسكو التسجيل مبكرا للضيوف في الدقيقة الرابعة، لكن نجم أتلتيكو الفرنسي أنطوان غريزمان عدل النتيجة في الدقيقة 28، ثم عاد غريزمان وقدم تمريرة حاسمة للأوروغوياني خوسيه خيمينيز الذي خطف النقاط بهدف الفوز في الدقيقة 90. وشارك أنطوان غريزمان بشكل مباشر في الأهداف في كل من آخر 7 مباريات على أرضه في دوري أبطال أوروبا، 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة، وهو ثاني أفضل سجل له في المسابقة، 8 بين أبريل 2017 ونوفمبر 2018. كما سجل خوسيه خيمينيز هدفه الرابع في دوري أبطال أوروبا، وهو الأول منذ نوفمبر 2020. 11 من أهدافه 13 لأتلتيكو مدريد في جميع المسابقات كانت برأسه بنسبة 84.6%.